السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. انا موطي صوتي شويه بس عشان انا في مطار فرانكفورت، مش عايز ابقى مزعج يعني للناس، فاتمنى يكون الصوت واضح ومسموع يعني. النهارده أنا لسه باصص على البورصه من شويه، اعتقد الساعه دلوقتي 2 بتوقيت مصر. اللي شايفه ان النهارده بعض الاسهم نازله وبعض الاسهم عامله ارتداد، يعني الاسهم مختلطه النهارده، في حاجات نازله وفي حاجات طالعه، لكن الخلاصه لا في نزول رهيب النهارده ولا في طلوع رهيب النهارده حتى اخر لحظه انا بصيت فيها يعني. واحد حط لي كومنت، انا ما بشوفش كومنتات على فكره، لكن احيانا بالصدفه وانا معدي رايح اعمل ايديت للفيديو الاقي كومنت اشوفه عيني كده المحه بالصدفه. فواحد حط لي كومنت امبارح قال لي انت كده كده عمال اصلا تحذر بقالك شهر، فايه الجديد يعني؟ فالفكره يا جماعه ان انا فعلا بحذر بقالي شهر، ودايما بتكلم يعني اللي اول مره يشوف فيديو ده مثلا ما سمعش فيديوهات قبل كده، دايما بتكلم على الخروج التدريجي. الخروج يا جماعه ما بيبقاش في يوم، الخروج ممكن تقعد تعمله على شهر شهرين. يعني كان صح جدا في وجهه نظري التخرج كل اسبوع واحد يتخرج شويه، كل اسبوع واحد يتخرج شويه ويفضل جوه، ما حدش بيقول له اخرج 100%، ولكن انت بتقلل كل ما الريسك بيرتفع، والكلام ده عدته في فيديوهات كتير. كل ما الريسك بيرتفع كل ما بتقلل الوزن بتاعك، عامل كأن انت معاك وزن تقيل وعمال تخفف منه تخفف منه تخفف منه كل ما ايه البورصه بتصعد. ولكن اللي حصل ان انا اخر 3 ايام التحذيرات بتاعتي او يعني اللهجه بتاعتي اتحولت شويه وبقت حاده اكتر في التحذيرات. وطبعا ده بان جدا في الفيديو بتاع يوم الاحد، يعني كان اول فيديو يبقى باللهجه دي، والفيديو ما كانش في يوم البورصه فيه نازله، يعني عشان بس ما حدش يفتكر يقول لك ده لا البورصه نازله معاه، لا 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 خالص، اليوم كان طالع. وحتى انا قايل في الفيديو، هتلاقي الفيديو بتاع يوم الاحد بقول يا جماعه النهارده البورصه طالعه بس خلي بالكم الوضع بقى مخيف. ده الكلام اللي قلته في فيديو يوم الاحد اللي فات، اللي هو كان اصلا البورصه طالعه فيه جامد على فكره. فبالتالي حده التحذيرات زادت لان المخاطره ارتفعت، يعني ما هي المخاطره بترتفع واحده 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 واحده. وبرده نقطه انا قلتها كتير بس هعيدها تاني لان لسه في ناس بتتلخبط فيها. كلمه مخاطره مش معناها ان البورصه هتقع، ولا كلمه مخاطره معناها ان البورصه هتنهار، ولا كلمه مخاطره معناها ان انا بقول لحضرتك بيع كل حاجه واخرج. كلمه مخاطره معناها ان الانفستمنت بتاعت حضرتك مخاطرتها بقت عاليه جدا، بقت عاليه جدا عاليه جدا، يعني تبعد عن كل البيهيفير او كل الحاجات اللي بتعملها في اوقات المخاطره المنخفضه. يعني لو كنا مثلا من 3 شهور عايز تفتح مارجن، انا ما بفتحش مارجن، انا عمري في حياتي ما بعمل مارجن، لكن وما اعرفش الحرمانيه والكلام ده ما حدش يسالني فيه، انا مش رجل دين، لكن انا ما بعملوش لنفسي. لكن بعيدا عن الدين، يعني لو كان من 3 شهور تفتح مارجن، 3 شهور تشتري كل فلوسك تكسر وديعه، الكلام ده كله ما ينفعش يحصل دلوقتي، الكلام ده كله ما ينفعش يحصل دلوقتي نهائي. وبرده عشان ما يجيش حد يلاقي مثلا البورصه ارتدت بعدها بكام يوم ويلاقي المؤشر رجع تاني 17 ونص يقول لي شفت انت كنت غلطان. هو الموضوع مش كنت غلطان ولا كنت صح، ما هو ما حدش يعرف هيحصل ايه بكره على فكره. يعني انا ما اعرفش البورصه هترتد ولا مش هترتد، وما اعرفش راجعين لل 17 ونص ولا لا، وما اعرفش هنعديها ولا مش هنعديها، وده مش انا لوحدي. ما فيش حد يقدر يقول لك بقناعه ايه اللي هيحصل والا يبقى غلطان. يعني لو حد قال لك بقناعه مليون في الميه يبقى غلطان، لان قلت برده فيديوهات كتير كان زمان اي حد فينا كسر كل ودايعه، كان زمانه باع ممتلكاته وعمل كل حاجه وحط وعرف يحط امتى كل فلوسه من اولها لاخرها، وكان زمانه بقى نجيب ساويرس في 3 4 سنين. يعني الموضوع ما كان، يعني لو في درجه اليقين ال 100% دي في الفلوس كان زمان حد بقى ملياردير. ولكن الفكره كلها يا جماعه انت بتمانج الريسك، بتعرف الريسك عامل ازاي. الريسك منخفض بتشتري بقلب وبتزود وبتكسر ودايع وبتعمل كل حاجه. الريسك مرتفع لا بتبدا تبعد، الريسك مرتفع جدا تبدا تتصرف بشكل مختلف خالص. كل واحد فيكم والريسك توليرنس بتاعه او التحمل بتاعه. انا ده لا دعوه للشراء ولا للبيع، ولكن انا كشخص انا ما بتحملش اي ريسك خالص. انا في اي مخاطره طالما ارتفعت انا شكرا مع السلامه، مش عايز حاجه. لما الدنيا بقى تبقى المخاطره تنخفض نبدا نتكلم. في واحد تاني يحب ياخد المخاطره، كل واحد والبريفرنسز بتاعته دي، لا دعوه للشراء ولا للبيع، وانا ما اقدرش اتحمل ان انا ادي توجيه شراء او بيع في منصه عامه، ولا حتى ينفع لان كمان في قوانين او مشروع قوانين، الله اعلم بقى القوانين اتعملت ولا ما اتعملتش، ولكن في جميع الاحوال احنا ماشيين جنب الحيطه في القوانين، مش عايزين نخالف اي حاجه. فانا لا اقدر اقول اشتري ولا بيع، ولكن انا دوري اوضح اللي بيحصل. مخاطره يا جماعه عاليه، المخاطره منخفضه، المخاطره مش موجوده، المخاطره معدومه، المخاطره في السماء. انا بوضح الصوره عامله ازاي، وكل واحد بقى يتصرف بناء على اللي هو شايفه صح. المؤسسات المصريه كانت بتشتري بقوه الشهور اللي فاتت وما زالت، وفي بعض الناس عندها وجهه نظر ما اقدرش الا ان انا احترمها، بيقول لك يعني المؤسسات مش معقوله هتقعد تشتري بالاسعار دي وتخسر في الاخر. يعني وجهه نظر ما اقدرش اقول له فيها لا الصراحه، يعني الصراحه، وانا ما اعرفش هتخلص على ايه، يعني ما اعرفش الموضوع ده يخلص على ايه، هيفضلوا يشتروا لحد امتى انا ما عنديش اي فكره. ولكن ان سيكون هناك صعود مستمر للسوق بعد الفتره اللي احنا فيها فهو سيكون من نصيب المؤسسات المصريه فقط، لان الاجانب بيبيعوا بقى لهم فتره طويله جدا، وفي ناس كتيره بتبيع بقى لها فتره طويله، لكن المؤسسات المصريه هي المحرك الوحيد للسوق. مش بتكلم اللي هم بيطلعوه وبينزلوه، الافراد ساعات بتبيع تنزله تلاقي المؤسسات دخلت طلعته. فهي المؤسسات يعني بتدعم السوق بطريقه قويه جدا. المؤسسات المصريه تحديدا بتكلم عن المؤسسات المصريه، هيستمر ولا مش هيستمر الله اعلم، ما حدش يقدر يعرف الغيب، ولكن انا بوضح الصوره عامله ازاي وكل واحد ياخد القرار بناء عليه. بفكركم بالكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي بيضمن لحضرتك عدم الخساره وعدم عمل اي اخطاء من اللي بتؤدي الى خساره المال. اعتبر مبلغ الكورس اللي هتدفعه كانه تامين ضد انك تخسر اي مبلغ حاطط 100,000 جنيه دفعت فلوس الكورس، انت كده حميت فلوسك من انك تخسر منها باذن الله طبعا للابد مدى الحياه. وطبعا طالما مش هتخسر اكيد هتعرف تكسب وهتعرف تشتري امتى وتبيع امتى وهتظبط الدنيا كلها. مع الكورس 3 شهور دعم على الواتساب، بتبقى معايا خطوه بخطوه، بتسالني اي سؤال، بتسالني في محفظتك، بتسالني في السوق، بتسالني في الكورس، في اي شيء في الدنيا بجاوب على جميع الاسئله الحمد لله، يعني طالما طبعا ان انا اعرف الاجابه يعني.
اللي عايز يشترك في كورس او اللي عنده اي سؤال في الدنيا يبعت لي على رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشه. ويا جماعه في ناس بتبعت لي على الواتساب تقول لي معلش انا اسف جدا اني ببعت لك، مش اي حاجه، اسف مفيش حاجه خالص والله، برد على جميع الناس يا جماعه، الموضوع ملوش اي علاقه حضرتك اشتريت مني حاجه وما اشتريتش مني حاجه. في ناس بتبعت لي بقالها شهور كل يوم وبرد عليها يوميا وبدون اي شراء اي شيء ولا اي حاجه خالص. يعني انا الواحد الحمد لله ربنا واقف معاه جامد، فهو برده نفسه يساعد الناس على قد ما يقدر، بغض النظر بقى حد بيكستمر مش كاستمر، حد اشترى ما اشتراش، دي قصه ثانيه، دي مواضيع ثانيه خالص بقى. شكرا يا جماعه، فرصه سعيده ومع السلامه، وان شاء الله يعني هنتابع مع بعض يوم بيوم.